السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على ميار الببلاوي وكلامها عن الشيخ ورد الشيخ عليها ورد الناس عليهم هم اللي من فضلكم لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتنا ياريت لنا شرف تواجدكم في قناتنا المتواضعة. خرجت الإعلامية ميار الببلاوي في فيديو لايف عبر صفحتها بموقع فيسبوك، ظهرت فيه منهارة جدا من البكاء وبعد اتهامها للشيخ ليها بالزنا. كشفت لجمهورها تفاصيل اللي حدث معاها، موضحة ان هذا الشيخ قال في حقها ما ليس فيها بعد حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان وحديثها عن عودتها لزوجها بعد طلاق 11 مرة. أوضحت ميار إنها بعد حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان وحديثها اتهمها شيخ بالزنا وبزواج المحلل أكتر من مرة، وعرضت ميار قسيمة لكل زواج تزوجته مؤكدة أنها لم تفعل أي شيء يغضب الله. قالت ميار الببلاوي في الفيديو: لو سمحتوا كرامة لرب العالمين، لو في يوم من الأيام لو سمعتوا مني كلمة غيرت في حياة حد فيكم أو أي افتكروها لي، وكل اللي أنا طالباه منكم الدعاء. أنا سكت كتير لأني دايما أؤمن بحديث الرسول: أميتوا الباطل بالسكوت عنه، لكن أنا تعبت وكل حاجة يقولوا علشان الترند، بس أنا مش فارقة معايا الترند. أنا عيانة بقالي 8 أيام، ومش بقول إني عيانة ولا بتكلم علشان محدش يقول إني بتاجر بالعيا، وزهقت من كلمة الترند بعد ما كنت بصور لكم كل حاجة ولما أعمل أي حاجة بقولها لكم. وضحت ميار إن هي اتقابلت مع الشيخ المشهور ده وكشف لها إن هو تحدث عنها، وحينما سمعت الفيديو وحديثه عنها صعقت لما قالوا، قائلة: النهاردة حصل حاجة عمري ما تخيلتها. أول ما خلصت الهوا صاحبتي كان عندها حاجة في قناة معينة ومرضتش أسيبها لوحدها، وقلت هروح معاها وأسلم عليها، وأنا داخلة أنا ورئيسة التحرير بتاعتي لقيت الشيخ الفاضل وبحتسبه من الشيوخ الأجلاء، ولكن سبحان الله يمكن نزغ الشيطان أو فتنه أو حديث في نفسه. وأضافت ميار إن هي بتقول: ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فما بالكم إن اللي قال عني كده شيخ جليل وياخد في عرضي وشرفي، ورغم إن بكل الناس تحبه وأنا كنت بحبه وبسمع كلامه. أول ما شيخنا الجليل شافني وأنا كنت بحبه جدا وبتابعه وأقول في نفسي يكون معايا في حلقة نفسي، وسلمت عليه وقال لي: انت جايالي علشان انا حطيتك على المرجحة امبارح. فقلت له مش فاهمة، فقال لي: اصل امبارح كنت جاي عليكي قوي جامد. فرديت قلت له: شرف ليا وانت عمرك ما هتصدمني ونحسبك على خير. لقيته بيقول لي: اللي انت قلتيه مع بسمة، لكن محدش فكر ان هو معمول الكلام بتاع الشيخ ده مونتاج علشان يطلع ترند ونص الكلام مقطوع. قالت: باخد راجل كل ليلتين. أشارت ميار الببلاوي إلى أن الشيخ اتهمها في عرضها، موضحة: لما سمعت الفيديو لقيته بيقول عليا أني باخد كل راجل ليلتين وأني ببوظ شكل الدعاء اللي هما اللي بيدعوا الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، زي ما اتكلمت في عرضي وشرفي وشرف ابني. حرام عليك، سبت التمثيل وكل حاجة وبشتغل في برنامجي، وما بين صلاتي وبين بيتي وتربية ابني مش عايشة، ومش بخرج من بيتي إلا لو شغلي دفن نفسي مع أمي. أشارت ميار إن أزمتها بدأت بعد حلقتها في رمضان مع بسمة وهبي. المأساة ديت بدأت من حلقة العرافة مع بسمة وهبة، وسيبكم من اللي حصل في الحلقة، لكن أي حد بيقول أي حاجة عادي بتعدي، لكن ميار لو فتحت بقها الناس كلها تسن عليها السكاكين. ومحدش فكر إن ابني راجل وابني في وسط الرجالة وصحابه وشغله وشكله هيكون إيه. ابني مش بيكلمني من 22 رمضان، من وقت ما الحلقة طلعت وقافل على نفسه اوضته ومش بيكلمني، وانا ما طلعتش غير بابني. اضافت: كمية المونتاج اللي معمولة في الحلقة فوق ما تتخيلوا. الحلقة اتذاعت وياما حاجات بتنزل ليكم وتعدي، ووقتها كنا في رمضان ما عنديش استعداد ابص الحاجة ولا ضيع صلاتي، وانا بخاف من ربنا بشكل مش طبيعي. استكملت: كنت مبلمة في الحلقة مع بسمة وهبة، وكان كل همي اقلب الترابيزة وانا بحترم نفسي. انا عارفة بسمة خلوقة وطيبة
وصاحبتي من أول ما لبسنا الحجاب مع بعض، لكن مش عارفة هي عاملة سيستم البرنامج ولا إيه. أنا شبعت ظلم، محدش اتظلم قدي. المشكلة إني كنت راضية بأي حاجة، ظلمتوني في مليون موضوع، توصل لحد شرفي وعرضي وشرف ابني، والشيخ يقول إني زانية. أنا معايا ماجستير في الفقه المقارن، دكتوراه، برامج دينية بحتسبها تكون عند ربنا في ميزان حسناتي. أنا أم راجل وزوجة راجل وست صعيدية. حرام عليكم، قطعتوني واخواتي ما بقوش يكلموني. ابني مش بيكلمني، صاحبة القناة زعلانة مني والدنيا مولعة عليا. بقول يا رب انا ما عملتش حاجة غلط، ولو زي الستات اللي بتمشي في الحرام ما كانش اتجوزت على سنة الله ورسوله. حرام عليكم، من عاب ابتلي. قالت اعمامي بيصرخوا وبيقولوا ايه اللي انت بتقوليه اللي بيتقال عليكي ده، وبعد كده اللي هيتكلم عليا ولا على شرفي ولا على جوازاتي مش هسكت. انا مش عاملة بدعة، كل المذيعات اللي زينا متجوزين اكتر من مرة، واحنا حياتنا غير الناس العادية ومش سهلة. في ناس بتقرب علشان منبهرة، ولما تقرب الانبهار بيروح، واحنا ولاد ناس وعيلة ومش جايين من الشارع. عمري ما عملت حرام ولا حاجة غلط. اخر مرة هتكلم ملكوش دعوة بيه. اختتمت ميار قالت انا عملت دكتوراه ودرست دين وخدت ماجستير في إيطاليا وحفظت القرآن، يعني تقولوا لي دكتورة؟ الدكتورة ميار بالفم المليان. أنا مش زي اللي بياخدوا الدكتوراه فوق البيعة. أنا بنت ناس ومن عيلة ورجالة وصعيدية وناس ما يعرفوش غير الشرف. الشيخ محمد أبو بكر لما شاف برنامج ميار مع بسمة علق، قال اللي قالته اتطلقت من زوجها 11 مرة بسبب رغبتها في الإنجاب. قال العالم الأزهري في تصريحات له الخطب والبرامج الدينية ممكن تشتغل ساعات طويلة، لكن ساعة واحدة من فيلم ممكن تهدم قيمة أمة ل30 سنة قدام. أضاف العالم الأزهري ما كنتش حابب أتكلم، لكن بعد إن أنا اتكلمت اللي هي أختي ميار الببلاوي هي اللي اتكلمت عن إنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلم عادل إمام اللي كان فيه ده، وبدأ الناس تتكلم والبعض بدأ يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة. ووصل إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا. كلامها لا يمت للدين بصلة، موضحا ربنا جعل الطلاق 3 مرات مش 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة. وأردف العالم الأزهري هل ينفع لما تتطلقوا 3 مرات يرجعوا ويتفقوا مع واحد ويكتبوا على ورقة؟ قال لا يمكن ذلك، ده احتيال وزنا ولا يصلح. ولو اتجوزت وبيتت النية إنها تزهق الراجل ده عشان يطلقها برضه ده لا يصلح، احتيال وزنا. الإسلام بريء من كلامك. أكمل العالم الأزهري الغيرة عندنا مبدأ إسلامي، الله يغار والنبي يغار، مؤكدا لو الزوجة تزوجت بعد طلاقها 3 مرات وعاشت مع زوجها ما شاء الله لها أن تعيش، فالله قال لو طلقها هذا الزوج فلها أن ترجع لزوجها الأول. أشار أبو بكر النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له، يعني مطرودين من رحمة ربنا، يعني اللي اتجوزها باتفاق ملعون واللي قاعد مستنيها ملعون من رحمة الله. وهناك لفظ معروف بالتيس. لفت العالم الأزهري الزوج اللي انت تزوجتيه الزواج ده باطل يا ست ميار، الرجوع باطل يا ميار. ما عندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة، ما عندناش حاجة اسمها تحليل، عندنا زواج شرعي إن عاش معها بالمعروف وإلا يفارقها بالإحسان. ما عندناش حاجة اسمها ترجع بمكالمة تليفون. اختتم الشيخ رسالة للفنانين أو للإعلاميين بأي منبر يعني بيوصل للناس: اتقوا ربكم فأنتم موقوفون بين يد الله. أما بالنسبة لرد الناس المعلقين عليها هي وعلى الشيخ، قالوا ما يغمى عليها ولا تتنيل على دماغ أبوها هي واللي زيها. هو في واحدة بتطلق 11 مرة من شخص واحد؟ إزاي يعني؟ الشيخ عنده حق، ده راجل دارس فقه الدين خريج أزهر، وهي يعني بسلامتها ما سألتش ليه قبل ما تتجوز وتتطلق 11 مرة وجاية تسأل دلوقتي بعد خراب ملطة؟ ارجعي لربك
وسيبك من هذا الزوج الزاني بك، والكفاية عليك زواج، أو تزوجي رجل لم يتزوجك من قبل. وبلاش تقولي بحبه يا بابا، الراجل قال الحقيقة بالآيات والتفاسير، ما يظلمش حد. البكاء لمشهورة أو مغمورة منها أو من غيرها يجعلنا نتعاطف مع جهل الناس لنحلل حراما أو نحرم حلالا. المفروض إن هي مقدمة برامج دينية، هي اعترفت بلسانها إنها اتطلقت ورجعت 11 مرة. ده استهزاء بشرع الله، وأي قناة تشغلها قناة لا تستحق الاحترام، وبالذات لا تعمل في البرامج الدينية. المفروض تقعد في بيتها أكرم لها، ولا تصدر تفاهتها للمجتمع والناس السذج. أما عن الشيخ فهو شيخ فاضل وجليل، ما قالش حاجة غلط. احنا أول مرة نسمع إن ست تتطلق من زوجها كل هذا العدد وتتجوز وترجع له. طب ليه الطلاق كل هذا العدد ما دام في الإصرار ترجع لنفس الشخص؟ حياتك سر، انت طلعتي واتكلمتي وقلتي كل الكلام ده علشان تاخدي فلوس، يعني اديتي الناس كرباك يضربوكي بيه، ودلوقتي انت جاية تبكي؟ يا ميار لسانك حصانك، ان صنتيه صانك وان هنتيه هانك. بس خلاص، يعني يا ميار تطلعي تتكلمي بكلام انت قلتيه على نفسك، فضحتي نفسك، في الاخر بتلومي على الناس. وكان لازم الشيخ يرد علشان مفيش حد يعمل زيك. انت يا منار كان لازم يترد على الكلام اللي انت عملتيها، مشكلة وتكوني قدوة سودة. يا منار لومي نفسك مش على اي حد، اتركي البرامج الدينية، انت ما تستحقيش الشرف ده. بعد كده ما عنتيش تطلعي تتكلمي مع اعلاميين، السوشيال ميديا بلاش، لان كلامك كل شوية بيوقعك في اخطاء ومشاكل مش لطيفة.